سلام البنات، مرحبا بكم معايا في مطبخ لما سمسم الافلاويه. والله غير توحشكم بالبزاف، سمحوا لي على هذه الغيبه. بصح صراحه راح نقولها لكم ديراكت. مانيش نطلع لاني ما لقيتش تفاعل في القناه، مام حتى المتتبعين تاعي. صراحه راني غيظان عليكم لانكم ماكمش متابعيني، ماكمش مدعميني. وبالرغم من ذلك والله راني نتوحشكم ونحب ديما نجيب لكم جديد. اليوم الجديد تاعنا هو هذا المذكر. وفي بعض المناطق يقولوا له المبسس. هذا المذكر يجي مشرب، ويجي محشي، يجي هايل بهذا المقاطع تاع الكاطو اللي مخرجوا جداد. وهي اللي شوفي انا قطعت معكم حبه باش تشوفوا كيف داير القوام تاعها. تجي مشربه بالعسل، المحشيه بالكاوكاو. الذوق تاعها هايل، يميل تقريبا لمقروض السنيوه. والاشكال تاعهم ولا اروع كما راكم تشوفوا، فيه شحال من شكل، فيه 4 اشكال. ان شاء الله برك لاغوصة تعجبكم، وان شاء الله ما تنساونيش وتبقاو ديما اوفياء لقناتي، وتبارطاجوا هذا لا فيديو باش تشاهدوا اكبر متتبعين. والان واش حنقول لكم، نروحوا مع بعض طريقة التحضير. اول حاجة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رايحين نوجدوا الشربات. هنا عندي 2 لترونج تاع ليمون، راح ندير لهم كاس ونص تاع ماء، ونزيدوا لهم عفوا كاس ونص تاع سكر. راح نزيدوا لهم كاس ونص تاع ماء وخليهم فوق النار كي يغلو. نحسبوا 10 دقائق ونطفوا عليهم. وها هم ليك المقاطع اللي راني حكيت لكم عليهم، هادو اللي راهم جدد، راهم حاجه طوندونس. حاجه هايله، فيها شحال من نوع تاع الرشيم تاع المقطع هذا تاع الكاطو. واش راح نحتاجو في المقادير؟ هنا عندنا نصف كاس تاع دهان، تكوني شويه سيحتيه. من بعد راح تكملي هذاك النصف كاس بالزيت، تعمري كاس تاع بين السمن والزيت. وهنا عندنا كاس تاع الشيشه، اللي هو داك السميد المتوسط الرقيق. وعندنا نص كاس تاع سكر كلاصي. عندنا تقريبا ربع كاس تاع مزهر، حبه تاع بيض. هنا عندي شويه فانيليا، شويه تاع ملح، وزاز تاع الليمون. هنا عندي لاغوم تاع الليمون، وعندي الفرينه والخميره تاع الحلويات. اول حاجه واش راح نجيبوا هذاك السمن والزيت اللي قلت لك كاس بيناتهم. نحطوا السمن والزيت هو الاول، من بعد نزيدوا هذاك النصف كاس تاع السكر كلاصي، نزيدوا الحبه تاع البيض، نخلطوا المقادير مليح بهذه الطريقه. بعد راح نضيفوا لها الملح، الفانيليا، زيت تاع الليمون. كامل هذه المقادير نخلطوهم مع بعض، ومن بعد نزيدوا الكاس تاع السميد المتوسط اللي هو التشيشه تاع المقروض اللي تكون تشيشه رقيقه. من بعد نزيدوا لها شويه تاع لاغوم تاع الليمون. من بعد نبداو نضيفوا في الفرينه تاعنا بالتدريج. الفرينه تقريبا دات لي 2 كيسان وشويه. نزيدوا ملعقه تاع خميره الحلويات، ملعقه تاع القهوه، ونبداو نخلطوا في الخليط تاعنا بهذه الطريقه حتى يبدا تتلم معنا العجينه. نستعملوا اليد باش هكذاك نتحكموا في القوام تاع العجينه تاعنا. نبداو نخلطوا بهذا الشكل. كما قلت لكم فرينه تقريبا 2 كيسان ونص ولا اكثر من نصف. من بعد هذاك الربع الكاس تاع المزهر نبداو نضيفوه بالتدريج باش هكذاك نتحصلوا على العجينه تاع المبسس تاعنا يجي مرمل. رايح هذاك المزهر يعطيه هذاك الهشاشه. بعد ما نتحصلوا على عجينه تتماسك بهذه الطريقه، راح نشكلوها ديبولات بهذا الشكل. كامل العجينه تاعنا نحاولوا ان نديروها ديبولات كيف كيف بنفس الحجم. وبعد ما كملناها وشكلناها كامل، هذه خطوه اضافيه حبيتي تديريها ولا ما تضيفيهاش. عندي هنا شويه تاع كاوكاو مع شويه تاع قرفه، شمختهم بشويه تاع مزهر. من بعد راح ندير ملعقه صغيره في وسط هذوك لي بولات تاعنا، ونغلق عليهم مليح باش يجينا المذكر تاعنا محشي من الداخل.
نكمل كامل هذيك الكميه، وهي لك بعد ما كملتها نجيب الحبه تاعي، نحاول اني ندورها مليح باش هكا تغلق مليح، نبسطها قليلا. من بعد نجيب المقطع تاعنا بعد ما درناه في الفرينه، نقطعوا به الحبه تاعنا، ومن بعد نجيبو قطعه نحاولوا باش نسوي الاطراف. وهاوليك الشكل تاعها، الشكل تاعها هايل، وحاجه كما قلت لكم جديده. وعنده هذا المقاطع كما راكم تشوفوا اربع اشكال، كل شكل مخالف على الشكل الاخر. هاوليك الشكل الزاوج. فقط كي تخدمي حاولي انك تدوري مليح ديك الحبه باش ما تخليش تشققات وتجيك مسويه. والشكل هذا الثالث ديما نستعملوا الفرينه، ومن بعد نسول الاطراف بالقطعه هذيك باش يجينا الشكل قد ويكون مسوي بهذا الشكل. راح نكمل كامل هذوك لي بولات، ندير نقطعهم بهذه القطاعات كما راكم تشوفوها لك الشكل باش يجيكم واضح. هذا المقاطع راهم حاجه جديده غير كيخرجوا وهايلين. بعد ما كملت تشكيل العجينه تاعي وكملتها كامل، حطيتها في صنيوه. ما تزيدي لها والو ديك الصنيوه، لانها المذكر تاعنا فيه السمن فيه الزيت مش راح يلصق لك. نحطوها في الكوشه، وهي لك بعد ما طابت معانا وهي سخونه نجيبوا الشربات تاعنا وهي تكون بارده الشربات، راح نسقوها ونخلوه في البلاط تاعو حتى تتشرب مليح. هذاك المذكر تاعنا يتشرب مليح باش نقدروا نحطوها في الطبق تاعنا. هذيك الحبات تاعنا كما راكم تشوفوا فيهم جايين محمرين من الاسفل من الفوق، الشكل تاعهم واضح. راهم يجوا هايلين، ننصحكم باش تجربوهم مش راح تندموا. راح نحط كامل الحبات من بعد نوريهم لكم حاضرين في طبق التقديم. الشكل النهائي تاع المذكر تاعنا جايين يشهوا اللون ومذاق، وكما قلت لكم القوام تاعهم يجي مشرب ومحشي. ان شاء الله لا غوصة تعجبكم، ان شاء الله ما تبخلونيش باللايك وبالبارطاج، هكذا تعم الفايدة ولا فيديو هذا يشوفوا اكبر عدد من المتتبعين. وفي الاخير شحال نقول لكم مع السلامة في وصفة قادمة ان شاء الله.